حبايبي، مساء الخير، السلام عليكم. أمسينا وأمسى الملك لله. عندي لكم 3 فِلَل يا حبايبي معروضة للبيع هنا في السوادي، سوادي الحكمان. 3 فِلَل هي عبارة عن استراحات فخمة جدًا، 7 نجوم، 6 نجوم، 8 نجوم. أنت حُط الرقم اللي أنت تريده، أهم حاجة فوق 6، يعني حاجة حلوة وجميلة. طبعًا عشان أعطيكم عن النبذة شوية عن الأراضي. مفتوحة هنا شارع، هذا الشارع، وآخر شي هناك شارع. فهذه عبارة عن 3 فِلَل، هذه زاوية، هذه وسطية، وهذيك زاوية. خلّينا ناخذ لنا كده أشياء حلوة وجميلة إن شاء الله. وطبعًا هم مسميينها بمسميات حلوة. هذا سكاي فيلا. طبعًا كل فيلا مواصفات فخمة، فخمة جدًا. كل فيلا يا حبايبي تتكون من المبنى الرئيسي واللاندسكيبينج. مساحة الأرض مساحة كبيرة لكل فيلا، غرفتين نوم، صالة كبيرة، ومجلس كبير، ومطبخ داخلي. طبعا في مطبخ خارجي كذلك مع اللاندسكيبينج. هنا يا حبايبي نجي نشوف الجمال من هناك، وما ننسى وين نحن دخلنا. فهذه الفلل متصلة ببعضها البعض ببوابة أو أبواب مثل هذه. من هنا إذا تريد تروح لفيلا ثانية، ومن فيلا ثانية ممكن تروح فيلا ثالثة بنفس الطريقة. إبداع، والله إبداع، ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الفيلا الثانية كذلك جميلة وحلوة، وفيلا ثالثة كذلك جميلة وحلوة جدا. نيجي يا حبايبي بكل حماس، ايش رايكم ندخل من فيلا ثانية نشوف الحديقة وندخل نروح الى فيلا الثالثة. تو هنا طبعا فيلا ثانية اسمها ايش؟ اوشيان فيلا، وهذيك الفيلا اسمها اويسيس الواحة. وهنا الفيلا الثانية يا حبايبي، وهنا الفيلا الثالثة. يا حبايبي ايش رايكم؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. زرع، لاندسكيبينج بطريقة حلوة وجميلة جدا. طبعا أنا قلت هي عبارة عن 3 فيلل متصلة ببعضها البعض، فيلا ثانية وفيلا ثالثة. فهنا في الخارج برا يعني عنا طبعا جلسة خارجية هذه مع مكان للشوي، أو ممكن يكون هذا مثل مطبخ، وفي مطبخ داخلي. سويمينج بول كبير 7×4 تقريبا. جلسة أخرى، شفتوا كيف البعد المكاني؟ بعد كبير ما شاء الله. هنا جمال، هنا التميز، هنا الرقي يا حبايبي. نرحب بكم وأنا متحمس جدا، متحمس واجد ما شاء الله. شفتوا السويمينج بول هذا الأوفرفلو انفينيتي ديزاين، في سخان الماء، في هنا الكبار هناك الصغار. ايش رايكم حبايبي؟ ما شاء الله،
ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جلسة أخرى خارجية كبيرة واسعة. طبعا مكان الشاور الخارجي راقي جدا، موجود في كل الفلل على هذا الشكل الراقي الجميل. هنا حبايبي عشان نعطيكم تفاصيل أخرى، الرخام الأبيض التركي، بورسلين الراقي جدا، مخصص لهذه الأماكن الخارجية، جلسات جانبية. هذا ترى هذا ما عادي، هذا ما عادي، قصته قصة أخرى. هذه تستخدم للأرضيات، كسوة لإيش؟ رملية للأرضيات. هنا قلنا في مدخل رئيسي وفي مدخل هذا آخر إلى إما إلى داخل أو إلى هذا الجمال. النوافذ هذه قصتها أخرى وحلوة، بنشوفها إن شاء الله. النافذة هذه نفس الشيء، قصتها أخرى وحلوة وبنشوفها إن شاء الله. فهذا ليش أنا جيت أصور هنا قبل، عشان تشوفوا هذا الجمال يا حبايبي، قبل ما أروح أشوف الفيلا الأخرى. طبعا هنا المدخل الرئيسي، هنا المدخل الرئيسي لفيلا اللي هي فيلا أويسيس، اللي هو الواحة. اوكي يا حبايبي. طبعا هنا شارع، هذا شارع، هنا شارع، وهنا الجمال. هنا الجمال يا حبايبي. 3 فلل، 1 2 3، راقية جدا بأسلوب أوروبي عصري وراقي جدا. مكيفات الداكت، متكييف داخل في الصالات والمجالس كلها مكيفات الداكت. نيجي الآن ننطلق إلى الفيلا الثانية دخولا مرورا إلى الفيلا الأولى. هنا الفيلا الثانية، نحن قلنا هذه هي الفيلا الأولى الثالثة. هذا الجمال، ما أريد أترك المكان حبايبي، والله ما شاء الله ما شاء الله، يعني توفيق من الله، توفيق من الله. الحجر هذا حجر طبيعي جميل جدا وراقي، يعني كل حاجة اللي نشوفها. شفتوا هذه عبارة عن سميك، حاجة سميكة كذا، ممكن 10 ريال للمتر مربع أو أكثر. نيجي ننطلق إلى الفيلا الثانية الحلوة. التصميم الداخلي نفس الشيء لكل هذه الفلل. هنا يا حبايبي الفيلا الثانية، مثل اللي شفناه في الفيلا الثالثة، تشابه كبير جدا. عجيب، تصميم حلو، زوايا في كل الزاوية، مش قصة، لا قصص وخصوصية. وننطلق الآن إلى الفيلا الأولى. هنا على طول إلى لاندسكيبينج لهذه الفيلا. أيوة، جلسة خصوصية. واحد باغي يخلص شوية معاملاته البسيطة الحلوة هناك. هنا حبايبي
طبعا شوية هنا الأمور شوية مختلفة. ليش؟ في أمور أخرى إضافية. إيش هي؟ هذه الجلسة في الفيلا الثانية، هذه الجلسة كانت مدموجة مع المطبخ الخارجي، أما هنا لا، هذه الجلسة وحدها، المطبخ الخارجي وحده، وجلسة أخرى وحده، وكل شيء مثل بعض، يعني تشابه كبير جدا بين الثلاث فيلل هذه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سواء في النهار أو في الليل، هذه الفيلا لها مميزات خاصة. سواء تيجي في النهار أو تيجي تصور في الليل أو تجلس في النهار أو تيجي في الليل، في أشكال مختلفة، أمور مختلفة. طبعا هذا شوفوا فيديو آخر حبايبي، نحن غطينا هذا الرخام العماني. هنا الجمال. طبعا حبايبي نيجي الآن اتكلمنا مثل الفيلا الأخرى، حوض السباحة، حوض كبير 7/4 تقريبا، من النوع الأوفر فلو مع سخان الماء. الإطلالات من المجلس ومن صالة الطعام ومن غرفة النوم. أنا شوية فتحت الستائر عشان نشوف إن وين بالضبط. نفس الشيء هناك في ستارة أنا ما فتحتها، هذيك ستارة إلى على طول كإطلالة أخرى إلى الجلسات الأخرى. من المزايا أو مميزات الأوفر فلو سويمينج بول إن هي تكون باردة في الصيف وتكون ساخنة أو مياه دافئة في الشتاء، طبعا مع وجود سخان، في سخان. وهذه أشياء كلها مكلفة وجودة. وعشان أزيدكم حبايبي عن أمور أخرى، أخبركم إن هذه عبارة عن استراحات ويتم حجزها. أنا أتكلم اليوم عن بيعها، مش تأجيرها. اللي باغي يستأجر في ويب سايت خاص، هذا شيء معاهم فقط. يعني كل شيء آلي، كل شيء آلي. تحجز المكان وتيجي، والجماعة اللي ينظفوا المكان مؤهلين من الفنادق العالمية، يعني ناس نظافة، يعني ما شاء الله. النظافة الموجودة في هذه الاستراحة ما طبيعية، جميلة جدا وراقية جدا. بس أنا أعطيكم التفاصيل أخرى، هي يعني ما مطلوبة مني أنا أخبركم عن هذه التفاصيل، بس بغيت أخبركم إن هنا النظام نظام راقي جدا لهذه الفلل وهذه الاستراحات. هنا جلسة أخرى خارجية مثل اللي شفناها هناك. الفرق الوحيد إن هنا المطبخ وحده على الزاوية. نيجي وبكل هدوء إلى المطبخ. شفتوا الحركات الستيبس هذه؟ بكل هدوء إلى وين؟ إلى المطبخ عشان نشوف الأشياء من هذه الزاوية. إذن يا حبايبي الجلسة هذه الحلوة كبيرة واسعة مناسبة مع صوت ايش النافورة. هنا تعرفوا حبايبي أنا هنا جالس أشوف الاستراحة، الجلسة الثانية هناك بعيدة، لأن هذا تقريبا ما يقارب 30 متر أو زيادة. المظلة هذه اللي هي من الألمنيوم يا حبايبي مع أعمدة حديدية، هذه أكثر شيء ممكن تكون هي حديدية، ولكن هذه ممكن تكون ألمنيوم.
ممتازة جدا وراقية وتنسيق جامد جدا مع التصميم. كل شيء هنا جاي سواء من الألوان أو المواد المستخدمة رهيبة جدا مع أو متماشيا مع التنسيق. الحجر الطبيعي هذا اللي هو هنا موجود وهناك كذلك موجود، هنا وهناك مكان قريب مكان الشاور، وهذا الشاور الراقي هنا مع ليت خاص حاله. ما أعرف فتحه تو، أشوف إذا كان بعرف له ولا لا. ما عرفت له، لازم أخبرهم كيف ما شاء الله. أيوة خلاص سكرت. لازم يخبروني كيف الطريقة، لأن أشياء متطورة وجميلة وراقية. حبايبي الآن بعد ما شفنا كل هذه المساحات وتوزيع المساحات، هنا مدخل على طول إلى الصالة. نيجي الآن داخل ونشوف القصة داخل الاستراحة. بإذن الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله ولا إله إلا الله. نجي الآن المدخل الرئيسي. هذا كسوة الأرضيات أو الجدران. هذا كأنه كذا حبيبات ويتم تركيبها مع إيبوكسي ومعطي هذا الشكل الجميل. الآن ندخل داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تصميم راقي اللي هو تصميم المفتوح مع مطبخ داخلي مع غرفة الماستر وغرفة أخرى ودورة مياه، وكل شيء وكل زاوية لها قصة. نيجي الآن يا حبايبي هنا صالة طعام، وهنا المجلس. مثل ما ذكرت مكيفات صالات كلها من داكت مثل ما نحن شايفين. على سبيل المثال باغي أفتح نافذة، هذه النافذة حبايب، هذه النافذة باغي أفتحها. كيف الطريقة؟ أولا خلنا نشوف هذا الجمال، بعدين نتكلم عن التكنولوجيات الجديدة الحلوة يا حبايبي. هنا يا حبايبي هنا
بكل بساطة وأريحية نزل كامل إلى هذا المستوى ما شاء الله. وفي ممكن ديزاينات أخرى ممكن هذا ينزل إلى تحت. زين يا حبايبي، أحييهم ما شاء الله. الآن باغي أرفعه، طبعا هنا أب هنا داون، وممكن طبعا وهو قاس يرتفع أوقفه على حسب المكان اللي أريده. ها وقفته، أكمل. ها بكل بساطة. أحييهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فهذه من الحاجات اللي أنا بغيت أخبركم عنها حبايبي. وطبعا في أمور أخرى حلوة وجميلة، ديزاينات حلوة راقية جدا مناسبة لهذا الجمال، لهذه الفيلا الحلوة الجميلة. كذلك هذا ينفتح كامل مثل ما راح نشوف. ها بس بكل بساطة، ها بكل بساطة واحد انفتح ثم الثاني انفتح. هنا حبايبي هذا هنا كان اثنين، واحد اثنين صح؟ هنا بس بكل بساطة واحد انفتح والثاني انفتح، وأنا أشوف هذا الجمال والمكان كله الآن مفتوح بهذه الطريقة ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنفس الطريقة نسكر بكل بساطة. هكذا سكرنا المكان. طبعا الكارتنز هذه ستار تنفتح كامل. إذن حبايبي شفنا هذا الجمال. طبعا هذا الرقي، هذا مكان ينفتح إلى برا كذلك. إلى برا، يعني عدة أماكن تحصل نفسك أنت برا. وطبعا الغرف الآن هنا الماستر. ماستر حبايبي، غرفة رئيسية راقية جدا، كبيرة مرتفعة 5x5، أثاث راقي جدا. مع هنا حبايبي دورة المياه. نعم، لما نتكلم عن نظافة المكان ورقية المكان والمواد المستخدمة، ترى هذا كلها لوفين بيلا، يعني هذه براندات عالمية معروفة و راقية جدا وجودة عالية جدا يا حبايبي. وشوفوا فوق، يعني حاجة استثنائية وجميلة. طبعا في أمور أخرى حلوة وجميلة، اللون الخشبي لاعب دور بشكل متقن. ها حبايبي الدريسنج إطلالات إلى وين؟ إلى إلى برا. وهنا كذلك إطلالة إلى وين؟ عشان بغي أفتح كامل عشان تشوفوا الجمال. إطلالة إلى الاستراحة أو الجلسة. هذا بالنسبة لهذه الغرفة حبايبي. نروح الغرفة الثانية اللي هي هنا. غرفة كبيرة كذلك، واسعة مرتفعة جدا، تتسع لأكثر من 4 أشخاص. هنا 4 أسرة صحيح، ولكن هي تتسع لأكثر من هذا بكثير، لأن هذه قاعة وليس غرفة. ما شاء الله. نيجي الآن يا حبايبي عشان تكملة القصة فقط. هنا دورة مياه مع كل الحاجات المتميزة. هكذا يا حبايبي الجمال. نرحب بكم، معكم أخوكم
المهندس سالم البرواني. تغطية خاصة لفلل معروضة للبيع. أهلا وسهلا.